لا اوعى تفهمني غلط، احنا مش هنتكلم عن اسباب انهيار السينما المصريه، عشان انت عارف اكتر مني اسباب انهيار السينما ايه اكتر ما انت عارف اسباب انهيار الاتحاد السوفيتي. وقبل ما نحكي في المحكي حابين نبعت اعتذار لاستاذ حميد الشاعري عن تاجيل الحلقه بتاعته. انا مش عارف امتى هنصهللي صهلله وهنجلجلي جلجله. المهم النهارده مش هنتكلم عن الانهيار، يعني مش هنتكلم عن انهيار الممثلين زي الانهيار اللي عملته استاذه بسنت ولا داليا شوقي، الاثنين شبه بعض اعذروني وبتلخبط ما بينهم، دي اسمها تشنجات يا معلم. الانهيار اللي هنحكي فيه هو امر ازاله للشخصيه اللي قصادنا ماضي عليه المخرج والسيناريست بمعاونه 2 مخبرين. احنا هنتكلم في الانهيار نفسه، انهيار الشخصيات الدراميه في السينما المصريه. بص، في الدراما وتكوين الشخصيات في الفصل الثالث صفحه 2 السطر الرابع في كتاب تنفيذي السيناريو، اللي هو اصلا كتاب مش موجود بس انا بفتي، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان الشخصيه الدراميه اللي احنا بنشوفها لحم ودم دي احيانا لازم ان هي تنهار، لازم يحصل لها توتال بريك داون، انهيار كامل. قالها لك مسار اجباري قبل كده، وتقع وتقوم وتقوم وتقع، في الفرح دموع ودموع يا وجع، مين قال مجنون كداب يا خلاص اكتم بقى عشان الناس ما بتحبش تسمع نشازك. المهم لازم الشخصيه عشان تقوم تقع، لازم عشان البني ادم يمشي يتعلم يحبي يتصدم، ايا كان طريقه الوقوع بس لازم يحصل وقوع للشخصيه. فمن هنا الشخصيه يا دوافعها بتتجدد، يا احلامها وحياتها بتتغير، يا اي حاجه بقى. بس الاكيد ان الشخصيه اللي اتكتبت على الورق دي بعد ما بتنهار بتاخد اكشن منافي تماما للمشهد اللي حصل قبله، مشهد الانهيار ده. يعني الشخصيه الموجوده في القصه دي المفروض ان هي ماشيه بطريقه او وتيره واحده معينه، وبعد كده الصدمه او الانهيار بيخلوه يتغير وقتي، كأن الشخص دراعه اليمين اتكسر لا قدر الله، بنشوفه بعدها بمشهد بياكل بايده الشمال. تحب نبتدي؟ يلا بينا نبتدي باكتر فيلم جاب كل حاجه على طبيعتها، الواقع هو والمواقف هي. كنت عايز احط لكم صوت المذيع ده بس قلت كفايه عليكم النشاز اللي بتسمعوه مني كل حلقه. كلنا على بعضنا اهم فتره في حياتنا مبنيه على فتره كلنا بنعيش فيها في اوقات فراغ، هي دي اللي متحكمه في اوقات كل شباب العشرينات. ضغط من الاهل بجميع الطبقات زي ما كان في القصه، اللي من الطبقه المتوسطه كان الضغط عليه اكبر حاجه من ابوه اللي فوق دماغه في الرايحه والجايه، وشويه شويه الضغط بيبقى من بعيد لبعيد في الطبقه المتوسطه العليا على عمرو اللي ابوه ما كانش موجود معاه بس كان راسم له حياته، فعشان كده عمرو كان بيقوي احمد على ابوه، لحد ما الضغط بيروح خالص للاي كلاس في طبقه حازم. ولكن الهموم والمشاكل والصراعات بتاعت الشباب دي كلها في الاخر بتبقى واحده. الهموم بتجمع كل الناس دي في الاخر على قهوه يشربوا فيها، او سبوتايه تجمعهم بسجاره وازازتين. اصل سن العشرينات بيبقى هو السن اللي جامع كل حاجه، الرغبه في عمل كل شيء والفضول والتطلع لكل شيء، وما بين الاتنين في مشاكل انسانيه بقى اجتماعيه اسريه بتخليك تترمي في احضان الرغبه والفضول. عشان كده انت عمرك ما هتقدر تلوم حد فيهم على تصرف هو عمله او غلط هو ارتكبه، الا طبعا حازم التوكسيك، عشان بشكل او باخر مشاكله هو مشاكلك باختلاف الطبقات. حوادثهم عدت عليك في يوم من الايام، صراعك كان شبههم في وقت من الاوقات. هم مش ملايكه بس ما هماش شياطين، هم بس كانوا عايزين حد يصاحبهم، بالظبط زي ما والد حازم قال لما جالهم المحضر على البيت. ابنك كبر وكل واحد فينا في وادي، انا عياده ومستشفى وانتي سيدة مجتمع ونسينا حازم. زي ما عمرو كان المفروض يلاقي والده بيدعمه وبيخليه يحب ما يحب مش يحب ما يتمناه ابوه ويدخله هندسه بدل ما يتعلم الصحافه اللي كان بيحبها، وزي ما المفترض ان والد احمد كان يبقى صديق ليه بدل ما يخليه يكذب عليه في اسهل الحاجات عشان بس يريح دماغه. فالبيت والنشأة دايما بيكونوا سبب لاستقامات او انحرافات البني ادم ممكن يروح لها. العلاقه الوحيده اللي كانت سويه في الحدوته كلها هي كانت علاقه مي باحمد وكل اللي حواليها، وده اللي جاي من علاقتها اصلا بامها، كانت هي الوحيده اللي في بيتها في علاقه ود وصداقه وحنيه كده، وده اللي خلاها تكون سويه في كل التشابكات والمشاكل اللي كانت بتحصل بينها هي واحمد. صبرها عليه وانها كانت بترشده دايما انه في الاول والاخر ليه بيت اهله الخ، وكانت دايما بتكون صوت العقل في الفيلم. كل الشخصيات الباقيه في الفيلم كانت شخصيات ضعيفه بتهرب من مسؤوليات واي حاجه تمثل عبء عليها. احمد مش عايز يشتغل لا اثناء الدراسه ولا حتى في الاجازه، حازم مش عايز ومش عارف اذا كان بيحب حبيبته ولا لا، منى بتلبس الحجاب الصبح بس بتقلعه بالليل وبتلبسه اثنين وخميس تقريبا. كل الشله نفسها مش عارفه تواظب سواء في صلاه او حاجه تخلي فيها التزام في حياتهم شكليا على الاقل. كل الناس دي تايهه بكل بساطه، هي دي فتره العشرينات، التيه اللي كلنا بنشترك فيه مع بعض. وكل المشاكل دي زي ما اتفقنا بتفتح باب الفضول عند الواحد وبتخلق روح التمرد على الاشياء اللي بتتفرض عليك سواء من بيت او مجتمع. دايما عايز تجرب اي حاجه وكل حاجه. بينا عايزه تجرب السجاير، الشباب ما شاء الله عرفوا يلاقوا سكه يجيبوا بيها ويد، وكله بقى عارف خلاص ايه الوسيله الاسرع من البوجاتي والمكلارين في الوصول الى الدرك الاسفل من النار، لحد نقطه الانهيار، انهيار كل الشخصيات دي وقت التوتال بريك داون بتاعهم.
خلاص جه لما صاحبهم طارق بيموت في الحادثه قصاد عينيهم، واستاذ احمد حداد بيدينا واحده خايف اقابله. هنا كل حاجه بتتغير، كل حاجه بتاخد منحنى تاني. بيبتدوا يصلوا وبيسمعوا الشيخ عشان يوعظهم عن اللي فاتهم ومستقبلهم اللي جاي، وبيتفرجوا على عمو خالد اللي كان من ستريم وقتها وموجود في كل كمبيوتراتك يا مصر، ووقتها الناس كانت بتتهافت في انها تاخد وصلة دش مخصوص عشان تتفرج على البرنامج بتاعه. هنا ادركوا قد ايه حياتهم كلها عبث في عبث. هنا حازم بيندم على ضياع منة من ايده بعد ما طلقها ووصفها بابظع الالفاظ، وهنا احمد بيتريق على الراجل اللي قال له اتعلم وخد كورس عشان تعرف تشتغل. ورجعوا تاني لنفس الدوائر اللي بيلفوا فيها، اللي الفيلم ابتدى منها وهم على الحصنه ودايرين في المنخل، والفيلم برضه انتهى وهم دايرين في نفس الدوائر، وانتهوا تحديدا في لعبه الساقيه. عشان مش لازم نقول ان هم زي الطور اللي بيلف في الساقيه، في اوقات فراغه في دواير مفرغه. وكل المونولوج الاخير اللي هو فيه المشكله بتاعتهم تحديدا، طب حد يسمعنا يا ريس؟ شوف الفيشه يا ريس. طب خلاص مش هنتكلم تاني، كلام كتير يفهمك المشكله بتاعتهم تحديدا، ان كل الشباب من السن ده تايهين ومش لاقيين المرشد اللي يفك لهم رموز حجر رشيد في زمن سريع. الشباب فيه بيتعلموا فيه بالصدمه والتجارب، مش بالخبره والتعليم من اللي ابو جد. عالم سريع طالب منهم يتعلموا لغات اللي هي اساسا بتتبل منهم اثناء التعليم الجميل بتاعنا، ومطالب تبقى بروفيشنال في وقت دراستك وانت لسه في صراعك ما بين بيتك ونفسك انت شخصيا وتحدياتك كشاب مراهق. وللاسف ما بيبقاش ليك صاحب حقيقي يوجهك او يسمعك زي ما الشباب كانوا عايزين حد يسمعهم في اخر لقطه. وانتهى الفيلم بالمصير اللي هيلاحق كل واحد فيهم، وهو اخو احمد عبد الرحمن اللي خلص جيش وخلص الجامعه بامتياز وبيلف في مصر كلها يدور على شغله ومش لاقي. هو ده المثل اللي برضه الشباب علقوا شماعتهم عليه. طب ما هو بالعقل كده، اذا كان المتخرجين مش لاقيين شغل يبقى انتوا يا زنكيح هتشتغلوا، عشان كلهم حاسين ان دي اخرتهم وده مستقبلهم، فبالتالي نكافح ليه. ولكن مثلا محدش يهتم بموقف احمد في الشغل، واحمد نفسه اتريق على الموقف ده لما اتكلم عن صاحب الشركه اللي كان بيعمل له انترفيو، لما نصحه انه يظبط اللغه بتاعته او ياخد كورس لاي لغه او يتعلم مايكروسوفت اوفيس، عشان هو مش هيشتغل غير بكده، غير بانه يحس بالمسؤوليه بدري بدري، عشان هي دي بقت لغه الزمن دلوقتي. محدش بيشتغل بعد ما بيتخرج غير لما يشغل نفسه بنفسه في وقت الدراسه، او يا اما بقى يسيب نفسه في الاخر بعد ما يتصدم ان مفيش فرص، هيضطر يرضى بقليل قليل قليله زي احمد اخو عبد الرحمن اللي جاب امتيازات وكان مستقيم وفي الاخر ما لقاش شغل. طب ازاي شخصياتهم انهارت ورجعوا تاني لنفس الدوائر اللي ابتدوا بيها؟ لان صراعهم اعمق بكتير من فكره صاحب ليهم يموت فيتعظوا ويهتدوا، لا، صراعهم هو صراع انساني جوه اغلب البني ادمين. دايما بنبقى عايزين 100% من كل حاجه من غير ما يكون في كوست او ضريبه من عندنا لاي حاجه احنا بنعملها. حازم عايز يعط ويعيش حياته، بس يوم ما يتجوز واحده من اقصى الجنوب ملهاش تجارب في اي حاجه. احمد عايز يشتغل شغلانه محترمه من غير ما يبني لنفسه سي في يخلي عنده رفاهيه الاختيار بعد كده، ويوم ما يتصدم بان الواقع بتاعه محتم عليه اجتهاد اعمق من كده فيتريق على الانترفيور اللي يقول له خد كورس فرنساوي. كورس فرنساوي ايه بوشه ده؟ الدوائر دي مش هتقف ولا هتنتهي غير بتقبل صدمه الواقع، وانك ترضى باحكام الواقع مش احكامك انت ولا اهوائك انت. تشوف طريقه تقدر تواجه بيها الدنيا اللي اتفرضت عليك بمساوئها ومحاسنها اللي هي اصلا مش موجوده. وعندما نتحدث عن الانهيار فما ينفعش ننسى انهيار استاذ مصطفى، المحامي الشهير، المحامي اللي اشتهر بمكسبه لاي قضيه تقع تحت ايده، قضيه اداب، دعاره، مخدرات، قضايا التأمين اللي عمل من وراها ألوفات مؤلفة. مش فاضل غير انه يكون بيعمل فيديو رياكت ويكون عمل كل الخطايا السبع. مصطفى شخص اتشهر بالرشوة وهي اللي كانت سبب في رفضه من النيابة، وبعدها عمل شيفت كارير وبقى محامي، يعني ماضي ولا أوسخ. كان متسبب في ان ست كمل بتصرف على ابنها من المعاش اللي ما بيكفيش بتاع جوزها اللي مات في حادثة من اللي بيترافع فيهم، وخد كل التعويض في كرشه. هو السبب في انها في الاخر تشتغل رقاصة في كباريهات نص لبة وتسلك مسار هي ما كانتش حباه لا ليها ولا حتى لصورتها قصاد ابنها اللي كانت نفسها تربيه كويس. وده طبعا مثل من ضمن امثله كتير ما اتحطتش في الفيلم عشان تتخيل انت بيها مدى سوء شخصيه مصطفى ومدى جشعه ومدى استغلاليته للظروف السيئه، وانه ازاي كان بيصطاد في المايه العكره بدل ما يستخدم القانون اللي هو موكل بيه عشان يحل مشاكل الناس. ساب مشاكل الناس زي ما هي وتجرأ على القانون وفهم ثغراته واستخدمها في خدمته هو واعلاء شأنه واغنائه هو. اما الناس اللي المفروض انت اتوجدت عشان بالقانون تحل بلاويهم ومشاكلهم فسيبهم حتى لو هياكلوا من الارض، وانا هاخد كل فلوس التعويضات بتاعت قضاياهم في جيبي انا. ايه اللي يخلي شخصيه بالفجر ده والاستغلاليه دي ان هي تتحول وتخطب الخطبه العظيمه دي في النهايه؟ بلاش كده. ايه اللي يخلينا احنا نصدق ان الشخصيه بالحقاره والمبدا السيء ده انها تتغير في النهايه وتترافع بالشجاعه دي وتبقى ضد الحكومه كلها؟ بكل بساطه الشخصيه انهارت، حصل لها توتال بريك داون، لان الحادثه المره دي وعلى غير العاده مش هيكون الطرف المجني عليه واحد من ابناء الشعب العابرين اللي مصطفى مش هيشوفهم تاني بعد ما ياخد تعويضه، ولا مجموعه من الناس اتظلموا زي اللي اتظلموا قبل كده وهيتظلموا بعد كده طول ما مصطفى ما
بيسعاش يحل المشاكل الحقيقيه بتاعته. الطرف المره دي هو ابن مصطفى، ابنه اللي ما كانش يعرف انه جه الدنيا اصلا. وقت دخول ابن مصطفى لحياته ساعتها بيشوف الدنيا بمنظور تاني، وبنشوف احنا نفسنا منظور كان غايب عننا عن شخصيه مصطفى، الشخص المحب اللي بيحب الافلام والسينما، اللي عنده ولع بذكريات وحب زمان، واللي وقتها بيحس انه انسان حقيقي قادر يغير ويتغير في الدنيا، مش بالحقاره اللي احنا شفناها بتاعت زمان. بيحس انه نفسه يغير في مسار حياه ابنه اللي مش قادر يمشي ولا يلعب زي الاول، ويخليه يبقى انكلودد كده، وهو نفسه بيتغير لما ابنه بيحاول يكون صاحبه. حتى في ابسط الاشياء، طريقه المعيشه بتاعت مصطفى قبل وجود ابنه في حياته، شكله غير منظم وغير مهندم، وضوافره طويله وحياته عبثيه، الا ان لما ابنه بيدخل المعادله بيقرر يصغر عشرات السنين عشان يبقى شاب وصاحب ابنه بجد ويبقى منه وشبهه. مصطفى بعد كده هو اللي قرر ان نمط حياته ما يبقاش بعبثيه زمان بعد تواجد ابنه، فوقتها القضيه مش هتكون قضيه تعويضات، المحامي وقتها هيقوم بالقضيه عشان ياخد حقه وخلاص. اصل في القانون عندك اوبشنين، يا اما تطلب تعويض وده الحل السهل اللي اي محامي ممكن يعمله، او يا اما تطلب حق وتجازي مسؤول، وده اللي مصطفى عمر ما كان هيعمله الا لما حس بس ان المشكله دي مشكلته هو متمثله في ابنه. الحق هنا ان المتسبب في المشكله ياخد جزاؤه، مش عامل تحويله ولا عامل مزلقان ككبش فدا، لا المره دي هو عايز يقاضي الحكومه كلها. قصه اديته اكتر من فرصه عشان يتنازل عن المسار اللي سلكه بانه يدافع عن الحق لاول مره في حياته. اول مره مثلا فقع كام شعار حنجوري وكام عيار يدوش ويصيب في نفس الوقت، فاتاجلت الجلسه، واصحابه الفسده اللي زيه بيستنكروا اللي حصل وبيهددوه بالانفصال عن القضيه. تاني مره اصدقائه في وقت الجلسه المؤجله بيقرروا رسميا يتخلوا عنه ويبيعوه عشان ده مش هدفهم هو المليون جنيه اللي مصطفى المفروض لو كان سلك مسار التعويضات كان زمانهم اخدوهم، واللي هيعلى ربنا يغنينا ويغنيكم. فهنا ريتشارد وكل حلفائه كان لازم يبيعوه. عشان كده مصطفى قبل ما يروح للجلسه اللي هتسقط فيها القضيه والدعوه، بنشوف عاطف الطيب مخلي مصطفى راصص ورق الشطرنج والعساكر كلها مش موجوده. يعني مصطفى هنا حريف بس بيقرر يخوض المعركه لوحده من غير اي عساكر، وتسقط بعدها دعوه مصطفى ويتنكل بيه ويتهان اخر اهانه. بس هنا مصطفى قرر ما يعملش بالمثل الشعبي بتاعنا، لو جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. لا، مصطفى شخصيته قررت تواجه كل الفساد اللي هي كانت موحوله فيه، وابنه يروح له السجن بالشطرنج اللي ما كانش بيحبه ولا بيطيقه. بس الشطرنج اتحط في القصه دي عشان نعرف الصراع اللي جوه مصطفى، انه تقيل وقوي ومحدش قده، زي كاربوف اللي كسب بطوله الشطرنج سنه 83. كان ابنه بيديله الالهام انه هيكسب المعركه من الماتش اللي شافه، وهو اساسا ما كانش عنده ايمان ولا حب للعبه الشطرنج اصلا. وبيحصل فعلا، مصطفى دعوته بتتقبل المره دي، والقاضي بيحكم ان كل الحكومه هتبقى مدانه في قضيه مصطفى اللي مش بغرض التامين ولا بغرض محاسبه موظف ككبش فدا، لا قضيه مصطفى اللي ضد الحكومه. والشاهد هنا ان يوم الانهيار لشخصيه مصطفى وتغيير مساره كان اخر يوم اترافع او حمى فيه حد من نوعيه القضايا القديمه، زي قضيه الاداب اللي اتعملت للبنات في الشقه اللي كان تملي بيروحها. كان هو ده اخر يوم لشخصيه مصطفى في القضايا المشبوهه، وبدايه شخصيته الجديده اللي كانت في صراع التجربه الناصريه اللي عاشت انتصارات انا مش عارف بصراحه هي فين، وتجرعت هزايمها وفسدت زي اللي فسد. يعني مصطفى كان انسان وطني وشريف، بس في الاخر ومع فساد المجتمع لقى نفسه في الفساد اللي كان لايق عليه جدا لحد ما ظهر ابنه فاضطر يغير بوصلته. وطبعا مع كل الانهيارات دي فما ينفعش انا وانت ما ننهارش وننسى حسن صلاح الدين. حسن صلاح الدين ما انهارش عشان اكتشف ان ابوه مش عايش وانه معيشه معاه في الحياه رغم ان هو مش موجود كده غصب واقتدار، ولا انهار عشان اكتشف ان فريده مش موجوده حتى. حسن انهار لما اتدب مسمار في نعش الانكار اللي كان عايش فيه طول حياته. مش انكار ان والده مات، لا هو كده عارف ان والده ميت، ولكن تعلقه الشديد بيه خلاه يرفض فكره فنائه بعد ما مات، وخلق صلاح الدين تاني في العالم اللي بقى عايش فيه من غيره. هنا تكمن الشيزوفرينيا او الاسكيزوفرينيا، يعني عشان لو ناوي تتحنيك لي. حسن كان عارف انه مكتئب وكان عارف انه وحيد، والهاجس اللي كان بيزاوله طول الوقت هو ان ما ينفعش ابقى لوحدي، فعشان كده بيخلق ابوه يعيش معاه لانه اكتر حد في الدنيا بيحبه وقريب منه وبيفهمه. وانا كنت اقرب لك من امك بكتير وهي كانت تتجنن، يعني انا رب ودادي واكل وانت تيجي اخر النهار تاخد الحب على الجاهز. حسن طول الوقت كان رافض فكره العلاج، وكان موقن تماما انه تمام الدنيا حلوه والحياه ماشيه، وشايف ان الجحيم هم الاخرون على راي سارتر بسبب اعراض الاكتئاب والوحده اللي كان فيها. الويتر مش طايقني، السايس مش بيحبني، صاحبي مش بيحبني، مع ان صاحبه بيصارحه وبيقول لك انت بعدت عننا ليه والاماكن اللي كنت بتحبها ما بقتش تروحها. يكشي يكون ده جرس انذار لحسن يفهمه ان هو اللي اختار ده، هو اللي راح للوحده والعزوف عن الناس، هو اللي كره الناس مش الناس اللي كرهته. خيالاته اللي وصلته لان الراجل اللي بيبيع اعلام حتى في الشارع برضه مش طايقه. حسن منتلي كان عايش في عالم غير العالم بصفات مش موجوده في البشر الطبيعيين، بيكرهوه من غير اي سبب. ما فيش حد بيتكره قوي كده يعني، لدرجه انه وصل رسايله للرئيس نفسه. وطبعا مش محتاجين نقول ان صوت
صوته هو اللي كان بيلعبه مش حد من جهه مسؤوله. جواه 2 بيتخانقوا من بعض، الوحيده اللي حاشت الخناقه دي وكانت ناهيه عنه كل الافكار السلبيه هي فريده. هي اللي خلته يخلق ضحكه ليه، هي اللي خلته يعرف يعني ايه ابتسام ويعني ايه يميز ضحكه عن ضحكه، وهي اللي خلته يعمل شوبينج، هي اللي حسسته انه انسان يقدر يعيش ويتعايش. خلقها في العالم اللي مش موجود بتاعه عشان يتعايش بمرض الفصام وعايش في حاله دينايل تام عن المرض اللي خلاه مبوظ شغله وحياته الاجتماعيه ودنيته. لحظه انهيار حسن كانت بسبب الحقيقه اللي اتحطمت قصاد عينه وكان خايف يواجهها، حقيقه ان انا مريض ومحتاج اتعالج فعلا، مفيش فريده في الحياه، وان وجودها كان مسكن بس مش اكتر. حسن بيبلبعه كل يوم عشان يقدر يكمل حياته ويحس انه بيعيش لهدف، والمضمون غير انه مكتئب ينسى بيها اكتئابه وحزنه وهمه ووحدته. مش بيفكرك بحد حسن هو بيخلق عالم عشان يهون بيه على حياته الاجتماعيه والعاطفيه البائسه كده. انا بقول لك انت على فكره خف مرقعه وموف اون بقى. عشان كده حسن بيقرر القرار الابعد عن توقعاته اللي ماشي بيها من البدايه، وهو انه يروح يتعالج. انه انهار رسميا لما بطل انكار وبطل مكابره وقرر انه يتعالج وينزل المصحه لما بيتصدم في عدم وجود فريده اللي ادت له الحياه اللي ما كانش عايشها. ولكن زي ما اتفقنا فريده بس كانت برشامه المسكن اللي خلاص مفعولها خلص، واللي حسن كان بيواجه بيها وحدته اللي كان خايف يسكن جواها، مع انها سكنت وعششت جواه اساسا. عشان هبقى لوحدي وانا مش عايز ابقى لوحدي، عشان انا على طول لوحدي. يا جماعه الفيلم ده حزين قوي، وانا والله مش عايز انكد عليكم، بس يعني بيفكرني بايام ما يعلم بال ربنا. اتمنى ما اكونش قلبت عليك المواجع في نقطه حسن صلاح الدين، عشان دي عامله زي البلاك هول او مثلث برمودا، يعني حرفيا ينتهي عندها كل السعاده والمساعدات والمسعدين تماما. تعال بقى ننهي بالجزء الجدالي اللي اتحاش من الحلقه اللي فاتت. علي عبد الستار اللي اتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت ناطع السينما المصريه، حصل له انهيار تام في السيناريو، ونبتدي مما انتهينا عليه. يأس علي عبد الستار الشاب اللي تم 28 سنه وعلى شفا الانهيار الانساني بسبب اليأس اللي وصل ليه. كشاب مقبل على ال30 ولسه ما مارسش اهم شيء فطراوي عند الانسان اتولد عشانه وعشان يكمل نوعه، خلاه يحلم باحلام فظيعه زي اللي حكينا عنها الحلقه اللي فاتت، لما حلم انه كان مع واحده كبيره وكده، والهوس الجنسي اللي شاغل مخه طول الوقت خلاه كان هيتعرض للموت وهو بياخد نظرات خلسه من البنات اللي في الشارع. وده اكيد مش مبرر للتحرش ولا مبرر لبساطه العيب، لا دي جريمه كده كده يا اخوانا. الشخصيه اللي اتربت في بيت سلبي بيستمد التفاؤل من الافاقين زي عاطف هلال، الام والاب اللي بيحمدوا ربنا اللي كده كده يستاهل الحمد طبعا، بس سلبيتهم دي جت منين؟ سلبيتهم جت من ان هم اولا خلاص سنهم كبر ومش هيعيشوا قد اللي عاشوه، عكس علي مثلا اللي كده كده كان بيعاني عشان لسه المستقبل قصاده طويله لسه طويله، واخواته البنات اللي واحده منهم اتجوزت حد اقل من توقعاتها كواحده متعلمه بس هو معاه فلوس وهيشيل، واخته الكبيره اللي بتيأس عشان اخته الصغيره اللي جالها نصيبها وهي لا. طب الناس الكبيره دي جدتهم نحست وبقوا سلبيين اوفر كده ليه؟ عشان ده الجيل اللي اتوعد بكل حاجه في كل الازمنه، ده الجيل اللي اتقال له الملكيه حلوه، بعد كده الجمهوريه الاشتراكيه اطعم واعز والذ وامز، وبعدها اتوعدوا بجمال وشياكه الراسماليه اللي قدام مرايتها عادي بتدلع براحتها عادي. فده اكتر جيل اتسكت بالالام، ده اكتر جيل فضل صابر لحد ما صبره قلب بسلبيه، هو ده الجيل اللي تم تدجينه وملء دماغه بالكلام السلبي عن الصبر وعن مميزات طبق الفول اللي فيه بروتين اكتر من كيلو لحمه بحاله. عشان كده يوم ما صاروا في السبعينات ما صاروش على الوضع السيء ولا الاحلام اللي ضاعت ولا الوقت اللي بيتسرسب، هم بس صاروا على لقمه عيشهم، خلق اي قبضه حديديه بتبدا من لقمه العيش. لو الانسان فضل يدور على لقمه عيشه وحطها هي الهدف الاساسي بتاعه مش هيبص على احلام ولا طموحات ولا اصفار زياده في البنك، لا هيفضل بس يحمد ربنا انه نام النهارده شبعان مش جعان، انما احلامنا ومستقبلنا طز. فالحاله الاجتماعيه دي يا اصدقائي وانهيارها بانهيار الطبقه المتوسطه بعد سياسه الانفتاح ده اللي خلى الفيلم وخلاني اركز اغلب كلامي على انهيار الطبقه ككل، وما ركزناش شويه على علي عبد الستار اللي اتخرج من كام سنه وعايش في فتره التيه ما بعد التخرج اللي قلنا عليها. ولكن هل علي ذكي اجتماعيا؟ الاجابه قلنا لا. طب هل علي كان يستاهل اللي وصل ليه؟ ولا لا، عشان مرسوم لنا من صغرنا ان حياه الكبار بتبقى سهله مع اقتناصنا شهاده الجامعه من بق الاسد، وفي الاخر بتحصل الصدمه الاجتماعيه من شغل روتيني بيسرق الوقت لاوضاع اجتماعيه مش مبشره لتايم فريم الاهل بيحطوا الابناء فيه عشان يتجوزوا ويشيلوا عيالهم في سن معين. لكن هنا علي زي ما قلنا في الحلقه يئس وجينات الهزيمه اتملكت منه زي ما اتملكت من ابو العرب، فاليأس زي ما قلنا مش خيانه، ولكن اليأس بيكون بحدود. استشهدنا برضو في الحلقه اللي فاتت ان مرحله التوهان ما بعد التخرج بتبقى من اول ما تتخرج لحد ما تلاقي نفسك تزيد تقل على حسب احتوائك لنفسك ولذاتك. هي الفتره دي طولت جدا مع علي، بس برضه ما ننساش ان عدم الاحتواء السريع ده جه في جيل كان من اول اجيال تحضر تعثر الجواز، يعني والده اتجوز بربع جنيه او اقل، والاجيال اللي فاتت كانت نفس الكلام، فاللي كان شغله هنا هو الجنس اللي مش هيقدر يمارسه وهو خلاص على شفا انه يتم 30 سنه عكس الاجيال السابقه. وما ينفعش نلوم على حد شغله الشاغل هو غرايز اصبحت بالنسبه له حاجات صعبه المنال، ده حتى قالها الزعيم قبل كده في عماره يعقوبيان،
طول ما ده تمام كل حاجه هتبقى تمام. بس قبل ما نرمي اللوم على اي حاجه خلينا نقول ان الفتره دي تحديدا في الافلام كانت بتوثق التغييرات الاجتماعيه اللي حصلت للطبقات المتوسطه بدون اظهار اي حلول. يعني الحل لعلي عبد الستار انه كان يشتغل على نفسه ده كده كده احنا عارفينه، ولكن المقصود من هنا ان في ناس يئست واستسلمت وما حطتش منطق، زي مثلا حادثه الانفتاح اللي راح ضحيتها الاسطى بيومي في فيلم طائر على الطريق. لازم تشوف طبعا حلقه فارس السينما المصريه عشان الرؤيه تكون اوضح. عمل الحادثه وما حطش منطق واستسلم للانفتاح، بل واتجنن كمان وتوهم انه كان فاضل له الكبوت وصيانه المش عارف ايه عشان يقدر يوقف عربيته على رجلها تاني. كده كده دي شخصيه واقعه وملهاش قومه. وعلي كان شايف ان القدوه في الناس اللي اختنت يا من طريق الدعاره يا من طريق بيع النفس زي صاحبه ابو العزم، وطول الفيلم كان ضد هذا المبدا، ضد بيع النفس، لانه شايف ان ابو العزم ده ما فرقش عن اي واحده باعت جسدها بغرض الفلوس، ولكن لكل اول اخر، لكل بدايه نهايه، ولكل شخصيه انهياراتها. ولما الشخصيه انهارت تماما بنشوف علي يئس وفشكل خطوبته، واول حاجه عملها لما انهار انه باع نفسه زي ابو العزم صاحبه، وراح معاه شقته عشان يقعد مع واحده عمرها كبير وسلم نفسه للمخدرات والشرب عشان بكده يكون حقق الانهيار التام للشخصيه. هو طول الوقت كان ضد بيع النفس اللي بيعمله صاحبه، وطول عمره اخلاقياته لا تسمح انه يشرب مخدرات، عشان بعدها يروح البيت وابوه يلومه انه عمل العمله دي. يا حاج اكتم ابوس ايدك يا ابنكم شكاير السلبيين. وبعد الانهيار اللي بيحصل للشخصيه لازم حتما ولا بد يحصل تصحيح للمسار. فعلي قبلها بمشهد ولا اتنين كان فاسخ خطوبته وكان ناهي علاقته، كان قافل صفحتها ضبه ومفتاح، الا بعد لما الشخصيه بتقع لازم تقوم. عشان كده بيقرر يتجنن هو ورجاء ويتجوزها في السر ويحفى على اوض في لوكاندا مشبوهه او لوكاندا نظيفه، وبتنتهي القصه زي ما قلنا على هضبه الهرم وهم مكبلي الايدي ناسيين امبارح والماضي الاليم مع تعهدهم ان بكره هيكون احسن ليهم بوعد ما بينهم هم الجوز. واتمنى اننا نكون لملمنا شتات الشخصيه والفيلم واننا نكون عفقناه العفقه التمام، عشان بس محدش يفهمني غلط ويفكر ان كلامي في الحلقه اللي فاتت كانت دعوه للسلبيه او الضعف او الياس اللي عند علي كدعوه مني اننا نضعف ونقن ونكن. لا خالص، مش ده المقصود من كلامي. معايير التعب والشقه والنجاح بتتغير من الوقت للتاني. وقتها الفيلم ما عرضش نماذج مشرفه لكيفيه النجاح وسنطر فكره النجاح على شخوص معينين ذات طباع دنيئه، وعرض فكره الانهيار اللي حصل للطبقه المتوسطه وحط فول ستوب، وده حق من حقوق الفيلم. هو مش لازم يحل لك المشكله، هو دوره بس كمبدع يوريك المشكله فين مش اكتر. وعشان كده الهموم مشابهه من زمان لدلوقتي. انا ما حبيتش خالص انك تفتكر من كلامي ان قاصد ان همك هو هم علي عبد الستار. في الاول وفي الاخر احنا بنتناول عمل ابداعي وتاريخي، يعني كل ده خيال. في تشابه في بعض الحاجات، بس العقبات اتولدت عشان نتغلب عليها. كلام تنميه بشريه ممكن، كلام فيه دعوه للتفاؤل يمكن، بس الحقيقي هو اننا هنعيش مره واحده، وربنا خلقك باختلاف امكانياتك وظروفك وطبقتك، والخ في ضعف. خلق الانسان ضعيفا، والكسور والجذوع اللي بتيجي في العظم هي اللي بتقويه بعد كده. بس عشان تقويه لازم تعترف ان عندك كسر معين، تعمل له علاج طبيعي بقى يا باشا وتبقى زي الفل. عشان لو سبت نفسك للكسور وفضلت يائس مش متحرك، فيؤسفني اقول لك ان هيحصل لك حاجه اسمها تيبس، والتيبس عواقبه يخرب بيته بقى. مش عايز اقول لك وخيمه موت يا صاحبي، حتى سرش عليه وانت تعرف قد ايه هو بيشل حركه الانسان. خلاص قفلنا صفحه الفيلم ده اخيرا. يلا استنونا بقى في الحلقات القادمه، ويلا سلام عليكم.